سيداتي انساتي ساداتي، صباح الانهار على كل مشاهدينا، على كل مشاهدينا. النهارده ننقل على الهواء مباشره احداث حزب الكرة الديمقراطي. مبعوث لي ايميل من اسماعيل بيقول لي هو حزب الكرة الديمقراطي، اقول له ديمقراطي يا اسماعيل، ديمقراطي يا اسماعيل. وانا شايف اعضاء الحزب داخلين. هلا هلا خش يا راجل، حلو جدا. ايه الحلاوه دي؟ هلا هلا عليك يا نهار ابيض. الليله حلوه وكله حلو وكلنا واقفين. تحيه الحزب. هلا هلا هلا. ونخش بقى على ارض الاجتماع النهارده، نخش على ارض الاجتماع. وانا شايف من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين اعضاء الحزب الجداد لابسين البدل السوداء والجرافطات الحمراء. وعايز اقول ان البدل السوداء حلوه والجرافطات الحمراء حلوه برضه، حلوه برضه. وعلى ناحيه الشمال نازلين اعضاء الحزب القدامى لابسين بدل سودا برضه وجرافطات حمرا برضه. ليه؟ لان الاحمر حلو والاسود حلو. ومبعوت لي ايميل اهو، ننزل 50 رساله كده. مبعوت لي ايميل من اسماعيل من اسماعيليه بيقول لي نكته. هقراها يا اسماعيل. هقراها يا اسماعيل. بيقول مره واحد بيحب يجري ويجري ما بيحبوش. ايه ده؟ ايه الجهاز هنج يا راجل؟ حرام عليك يا راجل، ناقصه يا راجل، حرام عليك، حرام عليك يا راجل. بيصفر الكابتن ابو جلامبو معلنا بدء الشوط الاول. يلا والله يا راجل، حلوه يا راجل. يلا يا راجل خش، يا راجل خش. احنا داخلين على ماتش انتخابات مهم لاننا في نهايه دوره برلمانيه. طبعا انا عارف انكم مشتاقين تعرفوا التشكيل اللي هنخوض به الانتخابات اللي جايه. وانا شايف الكابتن صفصف بيرفع ايده. بترفع ايدك ليه يا راجل؟ بترفع ايدك ليه يا راجل؟ ده عايز يسأل ولا عايز يخش الحمام ولا عايز يتغير من ارض الاجتماع؟ هنشوف وكله ماشي. خش في الموضوع يا صفصف ومن غير مراوغه. بس الاول قول لي رمزك الانتخابي ايه؟ الصفارة يا كابتن. أنا عندي بعض الاقتراحات يا كابتن أبو جلامبو خاصة ببرنامج الانتخابي. أولاً في مرحلة جس النبض هندافع عن حقوق الإنسان علشان ما نخسرش الأصوات في الأول، وبعد كده هنهاجم بثلاث فراودة. أيوه، 3 فراودة من المعارضة. ولو فكروا يعملوا علينا كونتر أتاك أيوه في المنطقة دي هننصب لهم مصيدة التسلل على طول. وفي الوقت ده هنقفش كل اللي داخلين من منطقة ال 18 ونقدر نحط جول في المعارضة. اقعدوا. الخطة دي هتطلع قوي. ليه؟ لاننا جربناها المباراة الانتخابية اللي فاتت وخسرنا بفرق صوتين. وانا شايف الكابتن ماجد بيرفع ايده عايز ينزل ارض الاجتماع. وواحد بعت لي ايميل دلوقتي بيقول لي يا مذيعتون هو كابتن ماجد ده بتاع الكرتون؟ برد عليه واقول له ده تشابه اسماء يا اخويا. كابتن ابو جلامبو، انا ليا سؤال يا كابتن. المؤتمر ده مدته 90 دقيقة، اختصر يا كابتن ماجد. هي الانتخابات دي على ارضنا ولا على الارض يا حساب المنافسه؟ هو لغاية دلوقتي اتحاد الاحزاب ما حددش، لكن انا اتمنى ان نكون بره ارضنا عشان يبقى الصوت بصوتين في حالة التعادل. يعني ايه؟ انا بعترض يا كابتن. عايز ايه يا كابتن عرضة؟ دلوقتي انا المباراة الانتخابية اللي فاتت ما لعبتش، ما رشحتنيش ال 90 دقيقة. ليه؟ مع اني كنت بجيب اكتر واحد بيجيب اصوات فيهم في الحزب اللي فات. ليه؟ لان لياقتك الانتخابية قلت. شايف شعرك؟ ماله شعري؟ شايف كرشك؟ ماله كرشي؟ اتفضل اقف في الكورنر. ليه؟ ده جزاتي انك مسكت حزب الكرة الديمقراطي. ده جزاتي. انا جاي لي عبد من حزب الكرة جوان ورفضته عشانكم. ليه؟ كل مرة كده بره القاعة موقوف دورتين بحالهم. عمو قوم سخن. كل مرة كده. ليه؟ ليه؟ كل مرة. تمام. انت يا عم. وفي الدقيقة 5 من بداية الاجتماع بيطلع الكابتن ابو جلامبو الكارت الاحمر للكابتن عرضة. اطلع بره يا عرضة. يلا يا اخويا. صاحب الجرافات رقم 9، صاحب
التاسع. شايف لياقته؟ شايف جسمه؟ انا قلقان من تزوير الانتخابات دي يا كابتن ابو جرامبو. تقصد ايه يا كابتن اوكشن؟ انا خايف ان احنا ندخل صوت في الصندوق فالقاضي يقول عليه صوت باطل وان احنا دخلناه تسلل، وعشان كده انا بطالب بما اني مرشح في الانتخابات اللي احنا نجيب قاضي اجنبي محايد ويقف على بعد 4 ياردات من مرمى الصندوق الانتخابي. ده اقتراح كويس، لاننا في الحاله ديت احنا اللي هنحاسب على المشاريب بتاعت القاضي الاجنبي. اسمح لي يا كابتن ابو جلامبو، كابتن عرضه اللي حضرتك طردته الهجمه اللي فاتت ما يستحقش الطرد. ليه؟ طردتني ليه؟ كل مرة كده، كل مرة انت يا كابتن ليه؟ ما هو بصراحة يا كابتن ابو جلامبو انا شايف ان احنا بالشكل ده هننزل الانتخابات ناقصين وهي خربانة خلقة. المباراه الانتخابيه ما فيهاش عواطف. كابتن عرضه اللي انتوا زعلانين عليه دوت مضى الحزب تاني في يناير اللي فات. كل شوية طلع عليا ساعات كده. ليه؟ عاوز ايه؟ بدأ التوتر يخيم على أرض الاجتماع، وأنا شايف شباب الأطرس عمالة تحدف في الشماريخ، حدف يا راجل بس شمروخين بس، 3 عقاب على طول. يا راجل ويا نهار أبيض على الخناقة، والخناقة حلوة، وده بيحدف وده بيحدف وكله حلو. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض، وطلع النهار الأبيض، وهلا إيه يا ابني ده يا راجل يا راجل، لوحدك يا أرض لوحدك يا أرض في وسط كله على كله، لما تشوفه قول له يا نهار أبيض إيه ده كله يا راجل، خلصت فيك كل الكلام، هقول لك إيه وأعد لك إيه يا نهار أبيض، إيه ده كله ادي يا راجل، بنية يمين بنية شمال، اليمين حلو واليمين حلو، وهلا يا عبد الله جاي لي ايميل بيقول لي انت بتقول ايه، رد عليه وقول له اي كلام، ايه اللي هيجي على بالي هقوله، ايه اللي هيجي على بالي هقوله، امال ايه